السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم كل متابعيني، يا رب تكونوا كلكم بألف خير. ما تنسوش تسموا بالله وتصلوا على الرسول في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اتصوروا إن الفراخ دي مسلوقة ويا دوبك دخلناها على الشواية تاخد وش. بالظبط كده. ما حطيناهاش تتبيلة ولا سيبناها بال10 ساعات ولا دخلناها في شواية ولا فرن ولا أي حاجة من دي. كل الموضوع إن احنا سلقناها كده على النار سلقة حلوة، وخدنا المية بتاعتها الشوربة العسل المسكرة، وعملنا بيها أحلى شوربة وشوية رز كده بالشعرية. بصوا شكل الفراخ عامل ازاي يا جماعة، بجد اتجنن. طبعا هي سخنة وانا بحاول اقطعها على قد ما اقدر. بصوا كده المنظر عامل ازاي، بجد تحفة. بصوا منظر اللحم من جوه، اول حاجة دايبة، تاني حاجة لونها تحفة من بره كده. اللون الشوي من غير ما تتشوى ولا اي حاجة. الفراخ دي يا جماعة مسلوقة، ما حطيتهاش في اي تتبيلة. بصوا بقى الملوخية العسل، الملوخية دي يا جماعة انا اللي مفرزاها مش شارياها جاهزة. الملوخية ايام ما كانت بتتباع ب5 جنيه انا كنت بشتريها. يلا بينا نخش على طول على الفيديو. اول حاجة معايا بصلاية، معايا طماطماية، معايا جزراية، فلفل حصى، ورق لوري، مستكة وحبهان. واول ما المية بتاعتي غلت على طول سقطت الفراخ، سبت الفراخ كده جوه الحلة وتغلي غلوتين على عالي، وبعدين وطيت عليها وزي ما انتوا شايفين ابتدت ان هي تستوى معايا. اول ما استوت سبتها كده تبرد في الصينية. طلعت نص معلقة بصل باودر، توم باودر، باربيكيا، نص معلقة من الكاري، ومعلقة من السلطة، وحتة زبدة كده فلاحي قشطة. الكلام ده لفرخة واحدة زي ما انتوا شايفين. خدت كده حتة الزبدة الفلاحي دهنت بيها وش الفراخ، وبعد ما دهنتها حطيت كده التتبيلة الروعة التحفة ديت، ومن غير ما انقعها يا جماعة. دي شوية كده بودر حطيتها كده على الوش، وشغلت شواية الفرن. حطيت الأول التوابل اللي أنا قلت لكم عليها، وأحط لكم التوابل برضو في صندوق الوصف. وهحط بعد ما احط التوابل معلقة الصلصة. خلاص كده خلصت معايا الفراخ. بس اهم حاجة انك تتأكدي ان كل حتة في الفراخ اتبعت من القمر اللي انت حطاه ده. وبعدين نحط بقى الصلصة عشان تاخد بقى الوش القمر ده اللي انتوا شفتوه. وبجد بجد بتبقى تحفة وبالهنا والشفا، تطلع جوسي معاكي وزي الفل. دخليها بقى، ما هتاخد 5 دقايق بالظبط مش اكتر من كده. دي كده منظرها قبل ما تخش على طول على الشواية. نخش بقى الشواية وخلاص على كده. اجي الشوربة بتاعتي طلعت بس الطماطم والجزر منها، وطبعا الكبدة والقوانص والحاجات دي علشان الولاد عندي بيحبوهم. بصوا شكل الشوربة صافية وجميلة ازاي. طبعا حطيت فلفل حصى عشان ما يغمقليش لون الشوربة. ادي الشوربة بتاعتي القمر سخنة وزي الفل، ويا دوبك نشلت منها الفراخ، وهبتدي احط الملوخية بتاعتي اللي انا مفرزاها. شايفين يا جماعة طالعة من التلاجة، فتحتها نزلتها على طول في الشوربة بتاعتي. خلاص كده سيبيها هتفك على طول جوه الشوربة لان الشوربة بتاعتي سخنة. جبت كده معلقتين من الزبدة على معلقة زيت، وحطيت معلقة كزبرة كبيرة على معلقة توم، وقلبتهم كويس جدا. طبعا دي الخلطة اللي هنحطها على الملوخية. واحلى بقى طشة وشهقي براحة راحتك. قلبي 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 كويس قوي. خلاص كده جهزت معايا. اول ما تغير لون طفي عليها. الملوخية بتاعتي خلاص كده ما شاء الله فكت في الشوربة، وابتدت اهي هتغلي غلوة. على طول نزلت عليها بالطشة الجميلة، وقلبي كل ده في بعضه وطفي خلاص. بصي لونها حلو ازاي، بصي. ده غير بقى طعمها روعة، وكفاية ان انتي مفرزاها في البيت ومش محطوط فيها اي مواد حافظة. حاجة كده اللهم بارك. بصوا العرق طالع منها ازاي، اللهم بارك. وبعدين كده طلعتهم بقى وبألف هنا وشفا. لو وصلتي لآخر الفيديو ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب. اشوفك ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامة.